السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن الحاجات اللي فهمتها في أغلب التعاملات البشرية إنك عشان تكون كويس في نظر الناس لازم طول الوقت تفضل تتحملهم. الناس تيجي عليك وتتحمل، ياكلوا حقوقك وتتحمل، يحرقوا دمك بالكلام طول الوقت وبرضه تفضل تتحمل، يكسروا خاطرك وقلبك وتفضل تتحمل، يجيبوا سيرتك في ظهرك ويقولوا كلام ومواصفات مش فيك وبرضه تفضل تتحمل، يفضلوا نفسهم عليك ويختاروا نفسهم أول ناس وبرضه تفضل تتحمل. تفضل تتحمل عشانهم ومحدش بيقدر اللي انت بتعمله ولو للحظة واحدة وبرضه تفضل تتحمل. ولما تاخد على خاطرك وتبتدي تعترض هيتقال في حقك كلام أسوأ كلام ممكن تسمعه أو يجي بيخطر على بالك، ويتهموك بقى بالأنانية وممكن التوحد وإنك ما بتحبش حد. وادي النور قطع وأنا بصور الفيديو. طيب هو من وجهة نظري اللي ملهاش أي لازمة إن لازم يكون في شفافية ومصداقية في التعامل مع الشعب المصري فيما يخص قصة قطع الكهرباء دي، وللأسف مفيش خطط مدروسة ومنطقية لحل الأزمة اللي احنا فيها. وحتى البيانات والتصريحات الأخيرة فيما يتعلق بهذا الأمر للأسف ما كانش فيها دراسة ولا واقعية بربع جنيه. وحقيقي لله الأمر من قبل ومن بعد. دمتم في رعاية الله وأمنه. سلام.